الناس اللي هي بتخلط الأمور بالدين دايما بيقولوا ان الإيجار القديم حرام، وان الناس شرعت بكده. وشوفوا الشيخ الشعراوي قال ايه، وشوفوا الشيخ معرفش ايه. طب الشيخ الشعراوي او اللي فاتوا بان الإيجار، ما فاتوا في جزئية واحدة، ان ثبات الأجرة اللي هي قالتها برضو المحكمة الدستورية العليا، اللي هي موافق عليها برضو السكان، اللي قالوا احنا مستعدين ان احنا نزود الأجرة. ده شيء مش مرفوض من السكان ولا أي حاجة. وهم من الأساس محدش بيدفع الخمسة والعشرة جنيه اللي بيقولوا عليهم دول. اسألوا أي ساكن هيقول لك بدفع فوقيهم 300 400 جنيه. إيش مية، لا إيش تصليح، مش عارفة إيه إيش اللي هو تصليح في نفس ملك، في نفس ملك المالك. يعني هو انت ما تصلح في ملك المالك ده حلال؟ يعني لما انا اصلح في بيت المالك ده حلال؟ ولا لاني انا عارفه ان انا الساكنه، وان ان خلاص ان العقد شريعه المتعاقدين بحسب الشرع زي ما انتوا عايزين تدخلوا وتقولوا ان ده يعني الدين وكده. طب هو شرع قال ايه؟ العقد شريعه المتعاقدين، والله انا ملكي عايزه اجره لفلان ده بكذا. ايه اللي دخل بقى الموضوع في كده؟ لكن لكن ثبات الاجره قلنا ماشي. ما هو دوت الكل قال عليه، حتى المحكمه الدستوريه قالت زي ما قلنا. يبقى مفيش داعي بقى ايه نقعد نلف وندور ويقول لك اصل ده حرام وده سحت وده الكلام اللي اقول ايه. يعني الكلام اللي انت بتسب بيه الناس وتقول سحت ده هو اللي معاقب عليه في الدنيا وفي الاخره برضه.